ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو تفاصيل مقتل الطفلتين نادية وسلسبيل فيصل العزيزة، لا حول ولا قوة الا بالله، بالرمس على يد والدتهم. خبر محزن وقلب السوشيال ميديا. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا ندعو لهم بالرحمة والمغفرة. حادث أليم يوجب حياة طفلتين في الأردن. حادث مقتل الطفلتين نادية فيصل العزيزة وشقيقتها سلسبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في خبر صادم في الرمسة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الطفلتين نادية فيصل العزيزة وشقيقتها سلسبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في خبر صادم في الرمسة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الطفلتين نادية فيصل العزيزة وشقيقتها سلسبيل تم قتلهم على يد والدتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا إيه هي تفاصيل حادث مقتلهم الأليم؟ الطفلة الأولى تبلغ من العمر 10 سنوات والأخرى 9 سنوات. تم قتلهم بواسطة والدتهم بعد أن أطلقت عليهم الرصاص من مسدس، وقامت بعد ذلك بالتخلص من حياتهما بنفس هذه الطريقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادث الأليم، وتم التحقيق في هذا الحادث ودوافعه وملابساته. نسأل الله العظيم عز وجل أن يحفظنا ويحفظ جميع الشعوب العربية. طبعا وأهم حاجة نعمة الأمن والأمان، وربنا يجعل الشعوب كلها آمنة، في أمن وأمان، لأن حاجة صعبة بجد. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه، وأشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ولا مع السلامة.